مساء الخير. احب في الاول اعرفكم بنفسي. انا اسمي محمد ابو النجا، عندي 37 سنه. بيزيكلي انا مهندس. اشتغلت في هندسه 4 سنين لحد ما قررت اعمل كارير شيفت للجزء بتاع التدريب والتطوير. وحقيقه الامر ان اللي خلاني ان انا احب اعمل موضوع الكارير شيفت دوت هو لما اخدت الكورس بتاع البي ام بي اللي هو البروجكت مانجمنت بروفيشنال. ابتدى بعد ما اخدت السيرتيفيكت ناس كتير جدا تطلب مني ان انا اشرح لها اللي اخدته في الكورس دوت، ومن هنا ابتدى يجي احساس عندي بالباشن تورز الحته بتاعه الشرح وان احنا نعلم الناس وهكذا يعني. وده اللي خلاني افكر بعد 4 سنين هندسه ان انا اعمل كارير شيفت للجزء بتاع الليرنينج اند ديفلوبمنت، واشتغلت فيه لحد ما بقيت بروفيشنال في المجال دوت. واشتغلت في شركات كتير جدا، منها شركات في مصر وشركات مالتي ناشونال، واشتغلت بره مصر ورجعت تاني وهكذا. وده اللي خلاني الفتره الاخيره افكر ان انا ابدا اعمل الجزء بتاع الفيديوز اللي انا عملتها على السوشيال ميديا، سواء على لينكد ان عشان افيد الشباب اللي حابه تشتغل، او حتى على السوشيال ميديا بلاتفورم زي فيسبوك وانستجرام وتيك توك وهكذا، بحيث ان انا اشجع الناس اللي هي حابه تدور بشكل كبير اكتر عن نفسها وعن الكارير بتاعها، انها تستفيد من الحاجات اللي انا استفدت منها في وقت من الاوقات لما كنت شاب ولسه بحاول اتعلم وادور على حد ان هو يساعدني ويعلمني وهكذا. ده اللي خلاني افكر ان انا اعمل الفيديوهات الفتره اللي فاتت. وده من الكومنتات اللي طلعت من الفيديوز ديت والناس اللي كانت بتبعت لي مسجز وهكذا، طلع في بالي ان انا اعمل البودكاست دوت. هدفنا فيه بشكل كبير ان احنا نتكلم اكتر عن موضوع الكارير، والكارير ده بالذات هو اهم حاجه محتاجين ان احنا نبقى دايما مركزين معاها وشايفينها ان هي ديت الحاجه اللي بتضمن لنا ان احنا بنحقق بيها الفيجن بتاعتنا والمراد بتاعنا من الحياه. وده اللي احنا بنسميه البوصله، يعني الكارير بلاننج هو اللي احنا بنسميه البوصله بتاعتنا في الحياه. دي كانت مقدمه، بس حبيت في الاول الناس تبقى عارفاها عني وعارفين انا ايه وبعمل ايه وهكذا، عشان خاطر بعد كده واحنا بنتكلم مع بعض في تفاصيل كتير هبدا اتكلم فيها عن حياتي الشخصيه انا والليرنينجز اللي انا طلعت بيها من حياتي يعني. طيب، لما بنيجي نتكلم عن الكارير بلاننج، الكارير بلاننج هو سيمبلي اللي عايز يفهم هو ايه. هو بالظبط عامل زي كشافات العربيه وانت ماشي على طريق مصر اسكندريه الصحراوي مثلا، ورايح مثلا ناحيه اسكندريه. انت في القاهره بتتحرك ناحيه اسكندريه، وانت ماشي في الطريق بالليل ومحتاج الكشافات عشان خاطر تبقى شايف الطريق. الفكره هنا في حاجه، الفكره ان انت كده كده وانت رايح اسكندريه لو انت معكش الكشافات هتعرف توصل، ولكن من هنا من القاهره لحد ما توصل اسكندريه وانت في الطريق لو معكش الكشافات ديت هيبدا يتقع في مشاكل كتير جدا وحاجات كتير جدا ممكن تتعرض ليها في الطريق، لان انت مش بتبقى شايف الطريق قدامك شكله عامل ازاي. وهي ده بالظبط الهدف من الكارير بلاننج. الكارير بلاننج هو سيمبلي عباره عن الحاجه اللي بتديك الضوء امتى تهدي، امتى تمشي، امتى تسرع، امتى تفرمل وهكذا. حتى في اوقات معينه في الكارير بتاعك ممكن تحتاج انت تاخد فيها بريك، او انت توقف فيها حاجه معينه انت بتعملها. واحده من الحاجات اللي انت بتقدر تقرر بيها ان كنت تقف او تكمل هو ان انت يكون عندك بلان مظبوطه عن الكارير بتاعك. وهو ده بالظبط الهدف من ان احنا بنتكلم فيه في الفيديوز. حتى لو ترجعوا للفيديوز اللي انا كنت بتكلم فيها، كنت بتكلم في تفاصيل صغيره جدا تخص الكارير وتخص ازاي ان احنا نقدر نتطور في حياتنا، ولكن كان الهدف الاساسي منها ان انت تكون شايف الطريق بتاعك شكله عامل ازاي. ده باختصار شديد جدا ما يخص الكارير بلاننج. طيب، عشان يبقى عندنا كارير بلان مظبوط، واحدة من الحاجات اللي احنا لازم نبقى عارفينها ومؤمنين بيها ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. في الاول في الاخر واحنا بنبني الكارير بتاعنا لازم نكون عارفين ان احنا هنجتهد بشكل كبير جدا، هنعمل مجهود رهيب، هنعمل effort في المذاكرة وحاجات بنحضرها، ميتينجز بنعملها، سيرتيفيكتس بناخدها وهكذا. وهو ده اصلا دورنا، ان احنا دورنا الاساسي من الدنيا هو السعي. وانت لو سعيت بنسبة 99% انت كده ما عملتش اللي عليك. انت تعمل اللي عليك لما تبقى بتسعى بنسبة 100%. ولازم في المرحله دي تكون متاكد بشكل كبير جدا ان النتيجه في الاول وفي الاخر دي بتاعت ربنا. يعني انت ممكن تسعى في مجال بشكل كبير جدا فيه وربنا ما يتوفقش، او انت ما تتوفقش فيه، او ربنا ما يقدرش ان انت تنجح في المجال دوت، واللي يخليك بعد كده محتاج تروح لمجال تاني او تعمل نقله في البروفيشن بتاعك كله. وده بقى موجود حتى دلوقتي بشكل كبير جدا. تلاقي حد خريج هندسه شغال في حاجه بره هندسه، حاجه خريج صيدله شغال سوفت وير ديفلوبر، حد خريج طب شغال جرافيك ديزاينر وهكذا. ده بقى موجود ليه؟ لان خلاص الكاريرز كلها بقت فاتحه على بعض، العالم بقى واسع جدا، وبقى التفاصيل كتير جدا بتخلينا ان احنا حابين ان احنا ممكن نجرب حاجات مختلفه. بس في الاول في الاخر طول ما انت بتسعى وبتعمل اللي عليك، اي حاجه تانية بره الموضوع ده مالكش اي علاقه بيها، لان دي بتبقى حاجه حسب اقدار ربنا او ربنا كاتب لك ايه في الدنيا بتاعنا. وده اللي انا بسميه الجولدن رول بتاعتنا في الكارير بلاننج. قبل ما تبدا
تعمل خطوه واحده في ان انت تحضر او تبلان للكارير بتاعك، لازم تكون حاطط الجمله دي قدامك: ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. وعشان مهم جدا ان احنا نكون واخدين بالنا ان محتاج على قد ما تقدر تبقى مركز في ورقتك. يعني ايه؟ العالم اللي حوالينا دلوقتي بقى مفتوح، وبقى عندنا حاجه زي لينكد ان، بنشوف الناس اللي حوالينا كل يوم. عندنا ناس بتاخد سيرتيفيكتس، بتتعلم حاجات جديده، بتترقى في شغلها، بتروح شركه جديده، تتنقل لريجن تانية غير اللي هم شغالين فيها. اللي شغال في مصر بيسافر بره مصر، واللي في مصر راح السعوديه، واللي راح يوروب، واللي راح امريكا، واللي عمل سيرتيفيكت في هارفارد وعمل MBA في اوكسفورد، والحاجات دي كلها. في الاول في الاخر لما بيبقى عندك كارير بلاننج مظبوط، بتلاقي نفسك هادي على قد ما تقدر ان انت ما تبصش على اللي حواليك، على قد ما تبص انت كنت فين امبارح وبقيت فين النهارده. هو ده الهدف الاساسي من انت يكون عندك كوتش ومنتور في حياتك، ان هم يخلوك دايما باصص على راس السهم بتاعتك. انت واقف فين النهارده، عايز تروح فين بكره، بعيدا عن اللي حواليك، سواء هم نجحوا ما نجحوش، ترقوا كبروا ما كبروش، الحاجات دي كلها انت مالكش دعوه بيهم خالص، لان انت عارف الديستنيشن بتاعتك انت. ولو تفتكروا المثال اللي احنا قلناه قبل كده بتاع كشافات العربيه، انت عندك دايركشن بالساينز اللي انت بتقولك انت هتتحرك من الحته ديت على الحته دي وهكذا. فمحتاج ان انت تكون مركز بشكل كبير جدا على الساينس ديت، الدايركشن والديستنيشن اللي انت رايح عليها، بغض النظر كل اللي حواليك راحوا فين او جم منين او عملوا ايه او ما عملوش ايه في حياتهم، مالكش دعوه بيهم خالص. اهم حاجه تكون مركز في الورقه بتاعتك. وعشان المقارنة بشكل كبير جدا بتعمل لك مشاكل نفسية وذهنية، وأوقات بتبقى مشاكل جسدية كمان، انها بتحمل عليك لود انت مش قده. ده فلان اخد سيرتيفيكت او عمل MBA في الجامعة الفلانية، تروح تبص على الMBA دي بكام، تلاقيها ب 500 ب 600 ألف جنيه. في حاجات طبعا دلوقتي مع فرق الدولار بقت حاجات بتعدي ال1,000,000 جنيه. طب انا مش هقدر افورد الرقم زي فانا مش هعرف انجح زيه. طب يا سيدي، ما انت خليك في البلان بتاعتك. انت ممكن تلاقي alternatives ان في المجال بتاعك انت ممكن تبقاش اصلا محتاج تعمل MBA. وهي دي الفكره، ان انت لما بتقارن بيبقى عندك البردن بتاع ان انت الشخص اللي انت بتقارن معاه انت ظروفك غير ظروفه، حياتك غير حياته، امكانياتك غير امكانياته، سواء بقى باعلى او باقل. انا هنا مش بقارن، انا بتكلم في فكره ان انت لما بتقارن نفسك بحد جنبك حتى لو من نفس البروفيشن بتاعك، في الاول في الاخر هو ما عندوش نفس البلان اللي عندك، ما عندوش نفس الظروف اللي عندك. فده بيعمل عليك انت بيردن، بيعمل عليك حمل. الحمل بشكل كبير بيعطلك من ان انت تبص على النجاحات اللي انت بتحققها. لان يعني انت بتبص جنبك، ممكن يكون انت في نفس التوقيت ده عملت حاجة فيها نجاح كبير جدا، ولكن انت عشان بتقارن بحاجة تانية ممكن البنش مارك ده يبقى اعلى منك بكتير، فبتقارن اصلا ببنش مارك غلط. فده يخليك تتعطل بشكل كبير جدا عن ان انت تحقق الحاجة اللي انت اوريدي رايح عليها او ان انت اوريدي عايز تعملها. وعشان كده دايما بنقول ان المقارنة غلط، واكتر حاجة تاخد بالك منها وانت بتعملها لينكد ان خداع بشكل كبير جدا، ان هو من اكتر البلاتفورمز اللي بتبين الفروقات اللي ما بين الناس. طبعا لما نيجي نبص على بروفايل هنا او بروفايل هنا، نبدا نبص على حجم السيرتيفيكتس والتريننجز اللي الشخص ده اخدها في الكارير بتاعه. وعشان ده واحده من الحاجات الاساسيه اللي احنا بنركز عليها واحنا بنبلد الكارير بتاعنا، هو ان احنا ازاي نبقى اشطر حد في الحاجه اللي احنا بنعملها. يعني ايه؟ يعني لو حضرتك شغال في بروفيشن معين، هنفترض البروفيشن ده الجرافيك ديزايننج، ممكن مثلا تكون انت مركز في الجرافيك ديزايننج في الجزء بتاع ال2 دي او الجزء بتاع ال3 دي او الجزء بتاع الموشن جرافيكس وهكذا واتس ايفر. يعني الحاجه ازاي تبقى انت اشطر حد في المجال في الكومبيتيشن بتاعتك او في الماركت اللي انت شغال فيه. انت شغال مثلا في ماركت مصر، شغال في ماركت الجولف، شغال في ماركت انترناشنال، ايا كان الماركت شغال فيه، ازاي تبقى اشطر حد في المجال ده. هو ده بالظبط الحاجه اللي احنا لما بنجيب ورقه فاضيه نبدا نحط الكارير بلان بتاعنا، اول سطر بنكتبه هو الاوبجكتيف، هو احنا عايزين نبقى فين. انا عايز ابقى اشطر حد في المجال ده. طيب عشان اقدر ابقى اشطر حد في المجال ده، في تفاصيل بقى كتير جدا دي اللي احنا هنبدأ نتكلم عنها واحدة واحدة، ونقول فيها ايه الحاجات اللي انت محتاج ان انت تبقى بتعملها عشان خاطر تبقى اشطر حد في المجال بتاعك. واشطر هنا دايما بنقول ان كل واحد ليه بصمة، يعني مش هتبقى انت الشاطر الوحيد في المجال ده، ولكن هيبقى ليك فليفر معين، هيبقى ليك بصمة معينة. يقول لك لما بيجي محمد بيعمل الحاجة دي بيعملها بشكل مختلف عن بقية الناس اللي حواليه. هي دي بالظبط اللي احنا بنقول عليها الديفايننج يور سيلف، او ان انت تبقى بتعمل حاجه بطريقه فيها يونيكنس او بالبصمه بتاعتك انت. ومن هنا لما بنبدا نبيلد السيلف اويرنس كانفاس بتاعتنا، لازم نحدد بشكل كبير جدا حاجه اسمها اليو اس بيز او اليونيك سيلينج بوينتس. اليو اس بيز هو سيمبلي ايه الحاجه اللي انت بتعرف تعملها كل الناس اللي في المجال بتاعك ما بيعرفوش يعملوها. طيب
ازاي اصلا انا اقدر اوصل لحاجه زي كده؟ هي دي بقى ميزه السيلف اويرنس. السيلف اويرنس الميزه فيها بشكل كبير جدا بتوري لك السترينث بوينتس اللي عندك، التالنت، انت تالنت في ايه الحاجه اللي انت شاطر فيها دونا عن بقيه الناس اللي حواليك. ومن النقطه دي تقدر تبيلد كارير لنفسك بشكل متميز عن اللي حواليك، لان انت عارف امكانياتك كويس جدا. تخيل احنا في سباق عربيات، مش لازم تكون انت في السباق سايق اسرع عربيه، بس لو انت اشطر حد في سواقه العربيات، اشطر حد في ان انت مذاكر الامكانيات بتاعه العربيه اللي انت راكبها كويس جدا، وعارف امتى ممكن تعطل منك، امتى العربيه ممكن تسخن منك، امتى هتحتاج تغير الكاوتشات، امتى هتحتاج تحط بنزين، لو انت عارف التفاصيل ديت وباصص على العدادات بتاعتك بشكل كبير جدا، ممكن بنسبه كبيره ان انت تكسب السباق ده حتى لو انت مش اسرع عربيه. وهو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان في الكارير، في السباق بتاعنا واحنا ماشيين، مش الهدف بتاعي ان انا اوصل الاول على قد ما الهدف بتاعي ان انا اوصل صح، واوصل من غير اعطال او باقل خسائر اقدر عليها. الخسائر ديت ممكن تبقى العطل اللي انا ممكن تعطلها على مدار السنين بتاعتك، بدل ما كنت انجح في خلال 10 15 سنه، ممكن ده يعطلني شويه واوصل في 18 او 20 سنه. دي حاجه. الحاجه التانية ان انا ما بقاش صرفت حاجات او ضيعت وقت في المجالات دي اصلا ما كانتش مناسبه ليا في الاول. طيب هعرف ده ازاي؟ هعرف عن طريق السيلف اويرنس. طيب هو انا ايه البدايه بتاعتي؟ ايه الحاجه اللي انا محتاج ابدا بيها عشان خاطر ابدا اطور من نفسي واعلي السيلف اويرنس بتاعتي؟ سيظل دائما وابدا بالنسبه لي سوات اناليسيز هي اول واخر تول هبدا اتكلم فيها في الكارير بلاننج. واحده من اهم التولز اللي احنا محتاجين دايما تبقى محطوطه قدامنا، ودي ما بتتعملش مره واحده في العمر، دي بتتعمل، يعني انا شخصيا بعملها كل سنتين ثلاثه، هي السوات اناليسيز. ليه؟ لان احنا كل فتره محتاجين نراجع ايه السترينثز بوينتس اللي عندي، الحاجات اللي انا اتطورت فيها، التالنتس اللي انا بقت موجوده عندي دلوقتي، الليرنينجز اللي انا طلعت بيها، ايه الويكنسز بوينتس اللي عندي، وهي دي الحاجات اللي انا محتاج اطور نفسي فيها الفتره الجايه على حسب انا بقيت فين حتى في مجال الشغل بتاعي، ايه الاوبورتيونيتيز اللي موجوده قدامي، ايه الفرص اللي موجوده، الحاجات اللي انا محتاج ابدا اتحرك عليها واشتغل عليها، وايه الثريتس اللي ممكن تكون موجوده دلوقتي، او المخاطر اللي هي ممكن تكون بتهددني او ممكن تعطلني في المجال بتاعي. عشان كده بنقول ان السوات اناليسيس دي تول مهمه جدا، لازم نكون مركزين معاها، ولازم نكون واخدين بالنا بينها كويس جدا 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 وانا بحط الكارير بلان بتاعي، عشان خاطر ده بشكل كبير جدا هتساعدني بعد كده ابقى عارف انا رايح فين اروح امتى. ممكن اصلا اقرر عن طريق ان انا عارف الويكنسز بوينت اللي عندي ان الحاجه دي مش هتناسبني او مش هتنفعني، فاقرر ان انا ما اروحش للحته دي خالص طالما انا عارف ان المكان انا الويكنسز بوينت ممكن تعطلني فيه. ومن هنا احط الديفلوبمنت اريا بتاعتي، انا اطور في نفسي في ده الاول، بعد كده ابدا اروح على الحاجه دي وهكذا. وعشان اعلم نفسي السيلف اويرنس بشكل اكبر، في واحده من الحاجات اللي ممكن تساعدني اعمل هي السيلف اسسمنتس. السيلف اسسمنتس هو سيمبلي، احنا طبعا عندنا اسسمنتس كتير جدا، منها جالوب ومنها انياجرام، منها ام بي تي اي، منها ديسك وهكذا. ولكن هنا الشاكله دايما والخناقه اللي بتبقى موجوده في الجزء بتاع السيلف اسسمنتس هي اكيوريت بنسبه قد ايه. الشركات اللي بتقدم السيلف اسسمنتس دي بتقول على نفسها الاكيوريسي بتاعتها 90% و95%، وان ده انديكيشن ان انت تكمل بيه حياتك كلها عامله ازاي وهكذا. ولكن هنا انا عندي مشكلتين. المشكله الاولانيه ان انت مع كل فتره ممكن تبقى بتتغير، سواء تغيير المكان، تغيير الخبره بتاعتك، السن لما بيكبر، الظروف اللي انت بتبقى عايشها لما بتتغير، دماغك نفسها بتبدا تتحول بشكل كبير جدا، سواء بقى للبوزيتيف او لان انت ممكن يبقى عندك شويه مشاكل او ترومز او حاجات محتاج ان احنا نبدا نشتغل عليها. فبناء عليه انا دايما بقول ان السيلف اويرنس اسسمنتس لما تيجي تبص لها اساسا هي انديكيشن. هو الراجل مثلا لما بيحط لك الساين على الطريق بيقول لك ان باقي لك عشان توصل الديسيجن بتاعتك 180 كيلو، لو جبنا متر وقسنا المسافه فعلا من بدايه اليافطه دي لحد الديستنيشن بتاعتك، مش لازم تبقى بالظبط 180 كيلو. ده على فكره بيحصل معانا في جوجل مابس، اوقات يقول لك ان الطريق هياخد معاك مثلا 3 ساعات، لما تيجي توصل تلاقي نفسك وصلت مثلا في 3 ساعات الا ربع، 3 ساعات وربع عشان انت وقفت في النص وهكذا. فده بالظبط نفس اللي احنا بنتكلم فيه عن السيلف اويرنس اسسمنت. السيلف اويرنس اسسمنت هي الا انديكيشن بيوري لك انت واقف فين من الجزء اللي انت عايز تروح فيه. فانا النهارده عايز اعرف انا قوي فين في الحاجه الفلانيه في الديسيجن ميكنج مثلا، فبعمل سيلف اسسمنت. سيلف اسسمنت ده بيوريني قوتي في الديسيجن ميكنج، فهو بيقول لي السيلف اسسمنت ده ان انت قوي بنسبه 70%. هل هي خلاص باخد الكلام ده مسلم بيه ان هو 70%؟ لا مش لازم، هو بس مجرد انديكيشن ان انا محتاج اطور نفسي في الديسيجن ميكنج بشكل احسن. والله لو طلع لي 90% 95% طب تمام، خلاص يبقى انا ببدا ابقى عارف عن نفسي كسيلف اويرنس ان انا كويس في الديسيجن ميكنج وهكذا. فعشان كده مهم جدا ان احنا نبقى بنشتغل وبنعمل لنفسنا سيلف اسسمنتس، ومنها زي ما قلنا الجالوب، ممكن نعمل انياجرام، ممكن نعمل ام بي تي اي، ممكن نعمل ديسك.
ولكن اهم حاجه نبقى عارفين بشكل كبير جدا ان السيلف اسسمنتس دي مش معناها ان هي خلاص باخد الكلام ده مسلم بيه. لا، انا ممكن اخد الكلام ده وابدا اطور منه. هي بتبقى بدايه يوريني انا واقف فين في حياتي العمليه. بعد ما بنبدا نبني الحدوته بتاعه السيلف اويرنس بتاعتنا ونحس ان احنا بقينا سوليد عن معرفه شخصيتنا بشكل كبير جدا، واحده من الخطوات المهمه اللي احنا لازم نبدا نعملها واحنا بنبلد الكارير بتاعنا هو ان احنا نبدا نبلد البيرسونا بتاعتنا. البيرسونا هو سيمبلي هي عباره عن ايه؟ عباره عن البيرسونال براندنج. انت بتتعرف ازاي في مجال العمل اللي انت شغال فيه. يعني مثلا انت شغال كمهندس، شغال كدكتور، شغال ماركتير في شركه مثلا، ماسك تايتل ماركتنج مانجر او ماركتنج تيم ليدر وهكذا. ايه الحاجه اللي بتميزك؟ ايه الحاجه لما الناس بتجيب سيرتك بيقولوا عليها ده محمد ده الحاجه ديت؟ هي دي اللي احنا بنسميها البيرسونا. محتاجين البيرسونا دي في ايه؟ بتفيدنا بعد كده في حاجات كتير جدا، اهمهم طبعا وانا بقدم على شغل ان انا ابقى ماركت وليبلد في الماركت بحاجه معينه هي بوزيتيف طبعا. فبتبقى الحاجه دي بتساعدني بشكل كبير ان انا اقدر اتقبل في الشغلانه ديت، او حتى يتعمل عليا هيد هانت عشان انا معروف ان انا الكريتيفيتي بتاعتي عاليه، ديسيجن ميكنج قوي، محمد شاطر في الشغل. مثلا يبقى في شركه فيها ترانسفورميشن فعايزين كابابيلتي زي ديت عندنا في الشغل بتاعنا وهكذا. فمهم ان انت تكون بتبيلد البيرسونا بتاعتك ان هي ديت الحاجه اللي بتعمل لك الديفينيشن بتاع شخصيتك جوه الكوربريت او جوه الشركه اللي انت شغال فيها. حاجه كمان مهمه جدا هي النتوركينج بتاعتك. انت قد ايه عارف ناس من اللي شغالين في نفس المجال اللي انت شغال فيه؟ فانا مثلا شغال في ال ان دي اندستري. طيب انت تعرف ناس قد ايه من ال ان دي اندستري؟ بيبقى عيب قوي لما تبقى قاعد مع مجموعه بيتكلموا مثلا عن حد من الجوروز بتاع ال ان دي على مستوى العالم، مثلا كاتب كتاب مشهور جدا او كاتب حاجه فيها بيز بشكل كبير جدا من الحاجات اللي احنا بنينا عليها الساينس بتاع الليرنينج اند ديفلوبمنت، تقول مثلا ما اعرفش الشخص ده او ما اعرفش الانتي دي وهكذا. فمهم وانت كمان بتبلد الكارير بتاعك تبلد النتورك بتاعتك. يبقى النتورك ديت متقسمه على حاجتين: الناس اللي حواليك في نفس الماركت اللي انت شغال فيه لازم تكون عارف بنسبه كبيره منهم ناس كتير جدا، دي حاجه. الحاجه التانية الناس الجوروز او الهيروز او الناس السورس اللي احنا بنسحب منهم النولج بتاعه الاندستري دي. فلو انت شغال في الماركتنج ما ينفعش تكون عارف اقوى حد في الماركتنج في العالم. لو انت شغال في السيلز ما ينفعش ما تبقاش عارف اقوى سيلزاجي في العالم. لو انت انتربرنور ما ينفعش تكون عارف ايه اكبر شركات في العالم انتربرنور شيب، ناس بدات من الصفر ودلوقتي بقوا جوروز، حجم الاعمال بتاعهم قد ايه وهكذا. بنعمل ده ليه؟ بنعمل ده ان احنا بنسولد ان معلوماتنا عن المجال اللي احنا شغالين فيه، وده اللي بشكل كبير جدا بيخليك حتى وانت بتعمل لنفسك البلان انت عارف انت عايز تروح فين، عايز تبقى عارف عايز تبقى شبه مين، عارف الشخص ده لما نجح ونجح بالطريقه ديت هو عمل ايه في كاريره وعمل ايه في حياته عشان ينجح، وبناء عليه احنا هناخد الكلام ده ونبدا نبلد منه المايلستونز بتاعتنا اللي احنا نقدر نقول والله هي دي البيلدينج بلوكس اللي انا لو مشيت عليها هبقى ناجح زي الشخص دوت ما هو ناجح في الكارير بتاعه. هي دي بالظبط الفكره والاهميه بتاعت ان انت تكون عارف النتورك اللي حواليك من نفس البروفيشن بتاعك. حاجه كمان مهمه وانت بتبلد الكارير بتاعك ان انت بتعمل حاجه اسمها جوب ساتسفاكشن. يعني ايه جوب ساتسفاكشن؟ مهم ان انت وانت شغال في مجال معين ان انت تكون عارف انت واقع دلوقتي فين في المجال دوت. هل انت النهارده في الحاجه اللي انت بتعملها دي خلاص بتحقق الباشن بتاعك، ولا الشغلانه اللي انت شغالها دي هي مجرد مرحله ممكن تكون بتدي لك خبره معينه او بتدي لك فلوس معينه محتاجها انت في الفتره ديت عشان خاطر تسستين نفسك فاينانشلي عشان تاخد الموف اللي بعدها وهكذا. فمهم ان انت تكون محتاج تحدد ده، وده انا اتكلمت فيه فيديو قبل كده قلت هي دي شغلانه ولا كارير ولا باشن. الفرق ما بين الثلاثه ايه؟ فرق ان هي في الاخر خالص وانت شغال لما بيحصل لك اي نوع من انواع التحديات في الشغلانه دي بتبقى عارف انت تتعامل مع التحدي ده ازاي. هديكم مثال. يعني مثلا النهارده مقرر ان الشغلانه اللي شغال ديت هي عباره عن جوب. يعني ايه جوب؟ يعني هي حاجه بشتغلها من 9 ل 5 مجرد بتدخل لي الانكم اللي يقدر يخليني اعرف اصرف على نفسي طول ما انا عمال بحضر لي الكارير بتاعي او الحاجه اللي انا بشتغل فيها طول عمري. طيب وانت شغال في الشغلانه دي لو طلع لك تحدي معين ان انت مثلا ما ترقتش او مديرك ظلمك في البروموشن وادى البروموشن ده لحد تاني وهكذا، ساعتها هيبقى تركيزك في الحاجات دي ومفروض يبقى قليل لان انت مش فارق معاك. لان في الاول وفي الاخر انت عارف كويس جدا ان انت بتعمل الشغلانه ديت لمجرد ان انت هتاخد فلوس. فاي حاجه تانية بره الموضوع دوت مفروض ما تبقاش فارقه معاك لان انت خلاص اوريدي بتبقى حضرت لنفسك الكارير بلان بتاعتك، عارف ان انت الحاجه اللي انت فيها دي دلوقتي عباره عن مرحله هتغيرها في وقت من الاوقات، هتمشي منها في وقت من الاوقات، وكمان ساعات بتبقى محدد التايمنج ده. انا هقعد الشغلانه دي سنه، هقعد الشغلانه دي سنتين لحد ما اكتسب مهاره معينه او خبره معينه عشان ابدا انقل على الحاجه اللي هي اصلا فيها الباشن بتاعي.
عشان كده مهم جدا ان احنا نكون محددين الجوب ساتسفاكشن ريت اللي انا شغال فيه. شغال دلوقتي لو هي جوب يبقى مش فارق معايا ان انا اكون ساتسفايد من الشغلانه اللي انا بشتغلها. شغال في الكارير هيبقى فارق معايا الليرنينج عن الفلوس. او لو هي باشن خلاص، لو انت كده كده هتبقى شغال في الباشن، هنقول ساعتها زي ما بنقول دايما ايه going with the flow، هتبقى ماشي مع الفلو بتاع الشغلانه دي، عمال بتتطور وبتنجح فيها بشكل كبير جدا. وده اللي احنا بشكل كبير جدا هنبقى محتاجين ان احنا نكون بنعمله في الكارير بتاعنا. طيب، مهم لينا بشكل كبير جدا واحنا بنبقى شغالين خلاص، لو رحنا على محطة الباشن او شغال في شغلانة هي دي بالنسبة لي الشغلانة اللي انا عايز اكمل فيها طول حياتي، انها تكون بتماتش مع حاجتين: واحد، مع الفاليو سيستم بتاعي، اتنين، مع الموتيفيشن بتاعي. ليه؟ لان انت لو شغال في شغلانه اجينست الفاليو سيستم بتاع كل حد فينا في الدنيا، وده اتكلمنا فيه قبل كده لما كنا شرحنا الفاليوز واتكلمنا عن نيتش البلد بشكل مفصل. كل حد فينا عنده مجموعه الفاليوز بتاعته: الريسبكت، الانتجريتي، فريندشيب، الفاميلي، وهكذا. احنا عندنا انواع فاليوز كتير جدا اتكلمنا عنها قبل كده، ممكن اشرحها حتى بعد كده في فيديوز جايه. فالمهم ان انا اكون الشغلانه اللي انا شغال فيها تكون بتماتش البيرسونال فاليوز بتاعتي. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش ان انت تكون واحد عندك البيرسونال فاليو بتاعتك هي الفاميلي، ويبقى مثلا انت الشغلانه اللي انت بتشتغلها ديت هتخليك تبعد عن عيلتك لمده اسبوعين 3، او هتخليك تسافر بلد تانية. لو حصل ده معاك هتلاقي نفسك ان انت مهما كنت بتنجح وتتطور في الشغلانه بتاعتك مش ساتسفايد. ليه؟ لان هي في واحده من البيرسونال فاليوز بتوعك بتبقى مضروبه. وده اللي بالظبط بتعيش دايما في الكوتشنج. بواجه كل الناس او اغلب الناس اللي انا ببقى قاعد معاها عايزه تسيب شغلها او عايز تعمل كارير شيفت، اصلا بيبقى بسبب ان في بيرسونال فاليو عنده مضروبه. لو هو عالجها، لو عرف يعالجها سواء في الشغلانه اللي شغال فيها دلوقتي او يسيب الشركه دي ويروح شركه تانية يعالج فيها الحاجه دي، حياته اصلا هتبقى خلاص يقول لك انا تمام، انا كده مش عايز اي حاجه تانية من الدنيا، انا عايز افضل مكمل في الشغلانه دي طول عمري. فمهم جدا واحنا بنحدد مجال العمل اللي احنا نشتغل فيه نعمل حاجه اسمها taking a control on your career، ان انت تكون واخد الكنترول على الكارير بتاعك. ازاي؟ ان انت تكون مركز مع حاجتين: اول حاجه الفاليو سيستم بتاعك تركز معاه بشكل كبير جدا، فعشان كده لازم تكون محدده وعارف الشركه دي هتماتش الفاليو سيستم ده او لا. دي حاجه. الحاجه الثانيه موتيفيشنز بتاعتك، الحاجات اللي بتشجعك ان انت تنجح وتتطور. مش لازم تبقى فلوس، ممكن تبقى حاجات تانية، ممكن ريكوجنيشن، ممكن يبقى بروموشن، ممكن يبقى الجروث، ممكن انت تاخد رول اكبر، ممكن انت تكبر في الشركه دي، وهكذا. فالشركه لما تكون محققه لك الحاجتين دول هتلاقي نفسك بشكل كبير جدا ستيبل، هتلاقي نفسك بشكل كبير جدا عارف تركز في المجال بتاع الشغل ده. ولكن لو مش محققه لك الحاجتين دول، مهما كان الفلوس اللي انت بتاخدها، مهما كان الريكوجنيشن اللي انت حتى عايشه بتترقى كل شهر، حتى هتلاقي نفسك ساعتها برضو مش ساتسفايد من الشغلانه بتاعتك. ليه؟ عشان في حاجه من الحاجتين دول مضروبه. فلما تلاقي ده في مجال العمل بتاعك دور عليها واعرفها وغيرها، احسن ما تلاقي نفسك في وقت من الاوقات فرستريتد ومش عايز تكمل في الشركه دي. واحده من الادوات المهمه جدا اللي لازم نكون بنستخدمها واحنا شغالين على الكارير بتاعنا هي السوشيال ميديا. السوشيال ميديا النهارده بقت بتربط العالم كله ببعض، وبقى عندك الفرصه ان انت تعبر بيها عن نفسك وعن دماغك وعن صوتك وهكذا. اي حد النهارده داخل يعمل انترفيو في شركه، واحده من الحاجات اللي بيتبص عليها بعد ما بيمشي حتى لو هو بقى اكسبتد اللينكد ان بروفايل بتاعه بالذات. ليه؟ لان انا بقدر من خلال اللينكد ان بروفايل ابقى فاهم دماغه بشكل اعمق، ابقى شايف شكل البوستات اللي هو بينزلها، نوع الكونتنت اللي هو بيعمل له شير، او هو حتى لو بيكتب بوست معينه ابقى قادر احدد دماغ الشخص بتفكر بشكل عامل ازاي. فالسوشيال ميديا النهارده خلت ان العالم عباره عن مكان مفتوح تقدر توصل لاي حد في اي وقت عن طريق ان انت تبعت له دايركت مسج، تخش تعمل له اد او تعمل له كونكت وهكذا. ده جزء. الجزء الثاني ان الموضوع بتاع الورد اوف ماوث لو كان زمان هو ده الحاجه اللي بقدر بيها بروموت الشخص او بروموت نفسي، دلوقتي ما بقتش كده. بقيت ان انت بقى عندك البلاتفورم بتاعك اللي تقدر منه تعبر عن نفسك وتماركت نفسك وتعرف الناس عن نفسك وانت مين وبتعمل ايه وهكذا. فعشان كده مهم ان انت لو حد مركز في الكارير بتاعه وعايز تكبر وتتطور فيه، والناس تبدأ تتعامل معاك بشكل احسن، او تتعامل معاك على اساس ان انت حد احترافي في شغلانتك دي، لازم تكون بتستغل السوشيال ميديا بلاتفورمز بشكل كبير جدا. وطبعا على حسب الشغلانه اللي انت فيها تستخدم الايه البلاتفورمز او الويب سايتس اللي ممكن تكون بتسبورت الحاجه فيها. مثلا انت شغال جرافيك ديزاينر هتستخدم بيهانس، شغال حاجه بروفيشنال او بي تو بي هتستخدم لينكد ان وهكذا. فمهم ان انت تكون مركز بشكل كبير على السوشيال ميديا، بتقدم محتوى شكله عامل ازاي عليها، شكل البوستس والشيرز اللي انت بتعملها خصوصا على لينكد ان شكلها عامل ازاي. ده هيفرق بشكل كبير جدا معاك وانت بتدرس نفسك في البروفيشن او الكارير اللي انت شغال فيه.
حاجه كمان في الكارير مهمه جدا، هو ان انت تكون محدد ايه شكل الكوميونتي اللي انت موجود فيها within البروفيشن اللي انت شغال فيه. يعني ايه؟ يعني انت النهارده وانت شغال في المجال دوت، اكيد ان المجال اللي انت شغال ده فيه اكسبرتس موجوده فيه دلوقتي. طالما انت ما وصلتش للليفل دوت ان انت كونت الكارير بتاعك لدرجه ان انت بقيت اكسبرت، اكيد في ناس شاطره جدا في المجال اللي انت فيه ده. فمهم ان الناس دي تكون موجوده في دايره المعارف بتاعتك، تكون عارفهم، بتاخد منهم منتورنج، بيعلموك، يكونوا ممكن يكون حد منهم يكون هو البيرسونال كوتش بتاعك اللي يقعد معاك يشوف انت واقف فين ومفروض تروح فين، وينصحك، يديلك نصائح، يقول لك ايه الخطوات الجايه اللي انت المفروض تكون بتعملها في الكارير بتاعك، يساعدك في ان انت تحط البلان بتاعتك ازاي تتطور وتنجح في الكارير ده وهكذا. فمهم ان انت جنب ان انت تكون بتبيلد النتورك بتاعتك، شكل البيرسونا بتاعتك عامله ازاي، بس ازاي بتستخدم السوشيال ميديا بلاتفورمز وهكذا، تكون مركز بشكل كبير جدا على الكوميونتي اللي انت تكون عايش معاها حوالين المجال بتاع الشغل بتاعك. واحده من الحاجات المهمه جدا عشان بتساعدك ان انت يكون عندك بالانسد كارير، ان انت تكون عارف انت واقف فين في حياتك الشخصيه. يعني ايه؟ يعني انت النهارده لو حد عنده مشاكل فاينانشال، بقى الفاينانشال اسبكت حاجه مهمه جدا في النيجوشيشن بتاعتك وانت في انترفيو في شغل جديد. لو انت النهارده بتفكر انت تغير عربيتك او تغير شقتك او عايز تنقل من البلد اللي انت فيها، بقى فكره ان انت تريلوكيت المكان بتاع شغلك ده بقى اسبكت مهم لازم تكون مركز فيه. فبقى انا النهارده لو شغال في شركه هي لوكال كومباني ما عندهاش اصلا شغل بره مصر، وانا حابب ان انا انقل المكان بتاع العمل بتاعي، هتبقى الشركه دي انا عارف في محطه من المحطات ما بقتش مناسبه ليا ولازم اروح شركه تانية وهكذا. فمهم ان احنا واحنا بنبيلد الكارير بتاعنا ابقى عارف انا واقف في انهي محطه من المحطات اللي احنا كنا بنسميها زمان ماسلوس بيراميد. انا واقف في انهي محطه من محطات البيراميد دوت، وايه النكست ستيب بتاعتي، عشان ابقى عارف ان انا وانا بجرو وانا بكبر في الكارير بتاعي محتاج كمان ان انا اكون قدامها ان بارل ستيبل في المحطات اللي قبل كده، عشان خاطر اعرف ان انا ايه اكبر بالشكل اللي يخليني اعرف انجح وابقى ستيبل اكتر في الكارير بتاعي. واحده من الحاجات اللي بتحصل معانا واحنا ماشيين في الكارير بتاعنا، واللي انا بسميها ضريبه الكارير، ان انت بتضطر في اوقات معينه تقول لا. مثلا انت النهارده شغال في شغلانه وممكن تكون مش مرتاح قوي وعايز تسيب الشغلانه ديت وتروح حاجه تانية. اوقات بيجي لك شغل في حاجات، او اوقات وانت شغال جوه الشركه انت شغال فيها بيتعرض عليك بوزيشنز تانية بس بره مجال الكارير بتاعك. في اللحظة ديت هتلاقي نفسك ان انت عندك اختيار صعب جدا ما بين ان انت تجرو وتكمل في الكارير بتاعك حتى لو هتيجي على نفسك شوية، فان انت تقول المحطة ديت لأ عشان خاطر اعرف اكمل في نفس التراك اللي انا ماشي فيه، او هتتنازل بشكل كبير جدا خصوصا لو الفاينانشال جين بتاع الحاجة ديت هيبقى عالي. فمهم ان انت تكون عارف من دلوقتي وانت بتبلان الكارير بتاعك ان في اوقات هيتعرض عليك حاجات، الحاجات دي هتبقى مغرية جدا، بس انت لو انت فعلا عندك كارير بلان بشكل كبير هتضطر تقول لها لا، عشان خاطر انت محتاج تركز في التراك اللي انت اخدته، في الطريق اللي انت مشيته. انت خلاص وصلت طريق مصر اسكندريه الصحراوي، ماشي في نص الطريق، مفيش يو تيرن هنا في الحته ديت. فلو قلت للشغلانه دي كانك عملت يو تيرن وانت ماشي في الطريق. فمهم ان احنا يكون عندنا الاويرنس ده من بدري بشكل كبير جدا، ان هيجي عليك اوقات هتضطر تقول لا لشغلانات معينه او لحاجات معينه بنسميها مغريات كده في البروفيشنال لايف بتاعتنا، قدام ان انت تفضل محافظ على البيس بتاعك وان انت تفضل مركز على انت رايح فين او الديستنيشن انت اخترته، عشان في الاخر خالص تحقق الفيجن اللي انت عايش اصلا عشانها. لما بنيجي نكرييت السي في بتاعنا عشان نبدا نقدم في شغل في الكارير اللي انا عايز اشتغل فيه، واحده من الحاجات المهمه جدا ان احنا لازم نكون مركزين فيها الكونتنت بتاع السي في دوت. انت ايه الحاجات اللي انت كاتبها، ايه الخبرات اللي انت بتادرس جوه السي في دوت، ايه الشغلانات اللي اشتغلتها قبل كده وبتعرضها بشكل عامل ازاي، شكل السيرتيفيكتس بتاعتك عامله ازاي، واهم حاجه اللي من رايي انا بتبقى لازم تبقى في البودي بتاع السي في بتاعك، الاوبجكتيف بتاعك، انت اصلا ايه الحاجه اللي انت عايز تشتغل فيها وايه الحاجه اللي انت بتشتغل اصلا عشانها. فمهم جدا ان انت جنب ان انت تكون مركز في الكارير بتاعك ومعليين السيلف اويرنس ومحددين الدايركشن اللي احنا نشتغل فيه، عارفين الديسيجن اللي احنا رايحين عليها والفيجن، لازم يكون السي في بتاعك ماتشد مع الكارير بروجريشن اللي انت حاطه لنفسك ده. وكمان عايز ازود هنا على حاجه، لازم يكون لينكد ان بروفايل كمان ماتشد مع السي في ده وماتشد مع الكارير بروجريشن دوت. يعني انا النهارده لو دخلت على لينكد ان بروفايل بتاعك اقدر اقول فلان ده شغال في المجال الفلاني وقوي في الحته الفلانيه والديفينيشن بتاعه 1 2 3 4
زي بالظبط ما كاني قريت السي في بتاعك او ان انا حتى اكون عملت لك انترفيو. هو انا لما باجي اعمل انترفيو ايه الحاجات اللي هم بيبقوا باصين عليا فيها جنب ان انا شاطر او لا، والاكسبيرينس بتاعتي شكلها عامل ازاي؟ الموضوع بعد الكورونا بقى مختلف بشكل كبير جدا، ان العالم بقى سريع جدا وبقى فيه كميه تطوير وتغيير بتحصل في العالم حوالينا، لدرجه ان حتى البيزنسز نفسها ما بقتش بتحط انيوال بلان، بقى بتحط كوارترلي. ولما تبقى شركه يعني ايه جايه على نفسها قوي بتحط سيمي انيوال بلان، لان هم عارفين بشكل كبير جدا كم التغيرات اللي بتحصل حواليهم ممكن تخلي البلان دي تتغير في اي وقت. وعشان كده لازم الموظفين اللي تكون شغاله في الشركه معايا تبقى على نفس القدر من التغيير دوت، وتبقى قادره ان هي تغير نفسها وتغير جلدها معايا بسرعه، لان التغيير بقى اسرع بكتير جدا من الكوربريتس. وعشان كده بقينا بنقول ان واحده من الحاجات اللي بقت اسبكت مهم جدا في تعيين الموظفين هو الاجيليتي. الراجل عنده فلكسبيليتي عاليه ولا لا، عنده ريزيلينس عاليه ولا لا، هي تستحمل التشينج اللي ممكن يبقى بيحصل في اي وقت باي شكل ولا لا. حاجه تانية بقت مهمه، ان ما بقاش فيه قوي موضوع الجوب ديسكريبشنز دوت، بقت الشركات ما بتبصش للجوب ديسكريبشن زي الاول. بقى النهارده تعالى بس معانا وهتاخد الفلوس اللي انت عايزها، بس بعد كده هتشغلك في اي حاجه احنا هنقول لك عليها، وانت المفروض تبقى تمام طالما هو وذين البروفيشن بتاعك وحاجه قادر تعملها. مفيش حاجه اسمها والله انا مسؤول حسابات ماليش علاقه بكده، لا خلاص. ما هو النهارده العالم بقى اسرع بكتير، وبقينا كمان الشركات بقت بتحاول تلي اوف او تقلل عدد الموظفين قد ما تقدر، فاللي موجودين دول هيعملوا اي حاجه احنا نطلبها منهم. فالنهارده بقى مطلوب من جنب ان حضرتك تبقى شاطر وتبقى اكسبيرينس في الحاجه اللي انت بتعملها، كمان يبقى الاجيلتي بتاعتك عاليه بشكل كبير جدا. ما تركزش بشكل كبير في موضوع الجوب ديسكريبشن، ولازم تكون عامل حسابك ان الاستابيليتي في الشغل مش هتبقى موجوده زي الاول. يعني ما بقاش في شغل من 9 ل 5، ما بقاش في شغل 5 ايام في الاسبوع بس. بقى صعب قوي ان انت تلاقي شغلانه اللي هو انا رايح بعمل حاجه معينه بشتغل الحاجه دي وبعد كده اروح بيتنا، لا بقى بيطلب منك حاجات تانية كتير، تتطوع في بروجكتس وتخش از فولunteer في بروجكتس تانية محتاجه الشركه ان هي تكون بتقومها، وفي نفس الوقت حضرتك بتستفيد من ده ان انت بتستاب ان اكتر وبتسترنسن علاقتك مع الناس في الشركه، فبقوا خايفين عليك اكتر، بقوا بيبقوا عايزينك اكتر، بيحافظوا عليك اكتر. ده من ناحيه. من ناحيه تانية انت بتجيب مور اكسبيرينسز في حاجات تانية ممكن اصلا ما كانش بالك انت تشتغلها قبل كده. فمهم ان انت وانت في الانترفيو بتاعك تكون متاكد ان انت هتتسال اسئله تخص الحاجات دي. ده نقطه. النقطه الثانيه، انت ازاي بتشو اب الاجيليتي بتاعتك. لازم تفكر كده وانت بتتسال السؤال ده، ازاي هتشو اب الاجيليتي بتاعتك في المجال بتاعك بتاع الشغل، وتبين للي بيعمل لك انترفيو ده انت ازاي حد فليكسبل وتمام وما عندكش مشكله. ان عندك مشكله لو غيرنا مقر الشركه؟ لا. عندك مشكله لو انت احتاجناك تسافر تروح اسكندريه تروح دوله تانية، احنا عندنا فروع في دول تانية. عندك مشكله ان انت تروح تغير مجال اللوكيشن بتاع العمل بتاعك؟ لا ما عنديش. وهكذا. وهتتسال اسئله وهيتعمل لك نوع من انواع التستنج او الاناليسيس او الاسسمنت، عشان يتاكدوا اصلا ان كلمه لا حتى اللي انت بتقولها ديت انت ما عندكش مشكله، يتاكدوا ان هي كلمه صح. هو مستقبل الشغل رايح فين؟ العالم حوالينا بقى سريع جدا، وكل شويه يطلع تولز التكنولوجيز تبدا تغير من مفهومنا تورز البيزنس، هندوره ازاي وهنعمل فيه وهكذا. اخيرا طبعا الاي اي واللي عمال كل شويه يتطور بشكل كبير جدا، واحنا معاه بقينا بنبص في كل البروفيشنز اللي موجوده ازاي حاجه زي الاي اي ديت ممكن تبدا يبقى ليها تاثير مباشر او غير مباشر على الشغلانه اللي انا بعملها. زي مثلا لو جرافيك ديزايننج، النهارده انا اقدر اخش على اي اي تول اخليها تعمل لي الديزاين دوت within 10 minutes. زي حتى دلوقتي في الدوكيومنتيشن ولا في الداتا اناليتكس ولا في حاجات كتير جدا من مجالات الشغل. ايفن حتى في الاتش ار بقى في النهارده تولز ممكن تساعدني ان انا اعمل هايرنج اسرع من ان انا اقعد اعمل سكريننج لسي فيز وهكذا. فبقى العالم شغال بشكل سريع جدا، لازم اكون انا مكوب مع السرعه ديت. لازم يكون خبرتي وقوتي انا كشخص irreplaceable لتول من التولز ديت. فانا النهارده لو شغال في ايا كان من المجال ده ابتدى الاي اي يدخل فيها، لازم اكون عارف حاجتين. الحاجه الاولانيه اخر الاي اي دوت فين في شغلانتي دي حاجه. الحاجه التانية اكون انا عارف استخدم التولز دي بشكل قوي جدا، عشان بعد كده لما اروح اقدم في شركه او اروح شركه هي اوريدي بتستخدم التولز ديت، ابقى قادر ان انا اقول ان يا جماعه والله انا فاهم كويس جدا في المجال ده، فاهم كويس جدا في الاي اي تولز دي، عشان كده اقدر افيدكم كشركه ان انا اقدر اشتغل عليها واساعدكم ان انتوا تستخدموها وتبقوا بتيوتيلايز التولز ديت بشكل اكبر. وده بيسهل عليا بعد كده ان انا جوت اكسبت. طيب ازاي انا اقدر انجح واتطور في الشركه اللي انا شغال فيها، والشركه اصلا انا شغال فيها دي تبصلي بشكل عامل ازاي وعايزه مني ايه؟ واحده من الحاجات اللي احنا بنركز فيها في التالنت ديفلوبمنت حاجه اسمها الويلنجنس فيرسز السكيلز. انا سهل عليا جدا ان انا اطور اي حد في اي حاجه هو عايز ينجح فيها وعايز يتطور فيها. ما اسهل ما عندنا ان احنا نجيب الناس نديهم تريننج او ان احنا نعمل لهم كوتشنج او منتورنج او انا حتى اعمل له اون جوب تريننج.
ولكن واحده من الحاجات اللي بتبقى صعبه جدا هو اللي انا اخلق عند البني ادم الويلنجنس. الكوربريتس ما بقاش عندها استعداد ان هي تجيب الشخص من ايده وتقول له تعالى والله ارجعك واطورك وادي لك تريننج وادي لك فلوس كتير. لازم يبقى انت من جواك عندك الاستعداد بتاع النجاح دوت، وقدام ده لازم يكون عندك استعداد ان انت تعمل البيمنت او تدفع الثمن بتاع ان انت تكبر، زي ان انت تاخد مسؤوليات اكبر، هتتعب في الشغل بشكل اكبر، وان انت هيحتاجوا منك في الشركه حاجات اكتر ويدوك تاسكات اكتر وهكذا. فبقى مهم ان انت وانت شغال في الشركه تشو الويننجنس بتاعتك، تشو ان انت حد عندك ليرنينج اجيليتي، عندك اسبيريشن، عندك بلان وعايز تكبر وعايز تنجح جوه المجال بتاع الشغل دوت، وخصوصا في الشركه بتاعتك دي، ان ده كمان بيبين لهم اللويالتي بتاعتك جوه الشركه. فدي حاجه عشان بعد كده الناس اللي مسؤوله عن تطوير حضرتك وان هم يكبروك ويدوا لك بروموشن وهكذا، ان هم يبصوا لك في السكسيشن بلاننج بتاعهم بشكل احسن، او ان هم يحطوك جوه البوكسز بتاعت ان ده شخص احنا عايزين ننفست فيه وعايزين نكبره وعايزين نطوره. ولكن ان انت تكون مبين بشكل كبير ان انت حد مستني ان حد يجي يقول لك تعالى اعلمك، مستني ان حد يجي يقول لك تعالى ما اطورك، مستني حد يجي يقول لك تعالى اقعد مع الشخص المعين او الفلاني ده اللي هو يقدر يساعدك تكبر وتنجح وتتطور. فلما بشوف منك ده بحس ان انت حد ما عندكش ويلنجنس، وبناء عليه بنقرر ان احنا نتيك اوف الشخص دوت، سواء ان احنا خلاص خليك تعمل شغلانتك من 9 ل 5 زي ما انت عايز، وركز مع ناس تانية عندها الحماس وعندها استعداد انها تتطور وتكبر بشكل احسن، او بعد كده لو في اختيار زي في اسسمنت سنتر او حاجه وان انا عايز استغنى عن موظفين معينين، بيبقى الشخص دوت بيبقى واحد من الاوبشنز اللي انا ممكن بعد كده ان انا استغنى عنهم في الشركه. وعشان كده لما بنيجي نقول ان احنا محتاجين نبيلد البيرسونال فاليو بتاعتنا جوه الشركه، بقت دي حاجه مهمه، ان انت تبقى حد احنا بنقول عليه irreplaceable. يعني ايه؟ يعني انا ما اقدرش استغنى عن الشخص ده، لان مهما هجيب في الماركت مش هلاقي حد يديني نفس الفاليو ونفس القوه ونفس الحماس بتاعه الشغل بتاعه الشخص دوت اللي هو مثلا محمد او ايا كان مين الشخص اللي احنا بنتكلم عنه ده. فجنب ان انت كمان حد يكون عندك الاستعداد ان انت تكبر وتتطور وتنجح في شغلك وبتعلم نفسك وعندك ايجرنس عاليه ان انت تتطور وليرنينج اجيليتي كبيره وبتروح تعلم نفسك والكلام ده كله، مهم كمان ان انت تكون عامل ديفينيشن لنفسك ايه الحاجه اللي انت تكون بتقدمها للشركه دي. هم عارفين بشكل كبير جدا ان لو جابوا حد بديل ليك صعب ان هم يلاقوا حد عنده الحته دي، سواء بقى اونر شيب، سواء لويالتي، سواء حب وشغف للحاجه اللي انت بتعملها، بتدي مجهود وطاقه في القصه ديت، عندك اجيليتي عاليه وما بتقولش لا على الشغل، سواء لو جالك حاجه مطلوبه منك في ويك اند ولا مطلوبه منك وقت اجازه، خلاص معلش طالما الشغل محتاج انا هعملها وكذا. فالتفاصيل الصغيره ديت بتفرق معاك بشكل كبير جدا بعد كده في الشركه، انهم يكونوا حابينك وعايزينك تكمل معاهم. وقدام شويه لما بتكون تراست بشكل كبير، هتبقى بعد كده اي حاجه تطلب منهم هيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يعملوها لك او يقربوا لاكتر حاجه يقدروا عليها من الحاجه اللي انت طالبها دي، سواء فاينانشال او بعد كده ممكن في بروموشن او جروث او فلكسبيليتي بقى في مواعيد العمل او الحاجات دي كلها. طيب لما اكون بقدم في شغلانه جديده وفي شركه جديده وانا دلوقتي قاعد في الانترفيو بتاعي وبعمل نيجوشيشن على السالري بتاعي، اعمل ايه؟ واحده من الحاجات اللي احنا بنبلد اصلا في الكارير ان احنا نكون عارفين كويس جدا البي اللي بيدفع في الشغلانه اللي بشتغلها دي، عارف النورم والافرج بتاع الماركت اللي بيدفع كام، عشان مهم جدا وانا قاعد جوه الانترفيو ابقى عارف الرينج اللي هيبقوا بيتكلموا معايا فيه. يعني مثلا ما تبقاش شغلانه انا عارف ان هي الافرج بتاعها من 25 ل 30 الف جنيه بيدفع فيها مثلا في الشهر، وانا قاعد في النيجوشيشن هو والله يا جماعه I'm expecting 50. طب يا معلم هو اصلا الطبيعي بتاعت الشغلانه دي ما يدفعش فيها الرقم ده، سواء تدرج وظيفي اللي هو مثلا حضرتك داخل على سبيشالست رول او داخل على جونيور رول او داخل على تيم ليدر رول، حضرتك مش داخل على مانجر او دايركتور، دي حاجه، او ان نوع الشغلانه نفسها ما بيدفعش فيها المبالغ دي. فمهم ان انا اكون وانا بحضر للكارير بلاننج بتاعي اكون عارف كويس جدا من الناس الاكسبرتس في الشغلانه، سواء حد اتش ار بيعين الشغلانه دي ممكن اساله اون 1 تو 1 حتى على لينكد ان، ابعت له مسج واساله، دي حاجه، او الناس اللي انا اعرفهم في دايره المعارف بتاعتي ممكن يكونوا شغالين الشغلانه دي اعرف منهم. وانا لما اكون عندي عدد سنين خبره كذا، عندي 5 سنين خبره الشغلانه دي بيدفعوا فيها كام، عندي 10 سنين خبره الشغلانه دي بيدفعوا فيها كام وهكذا. وده هيسهل عليا بشكل كبير جدا وانا قاعد في الانترفيو ابقى عارف انيجوشيت وعارف انا اكون بتكلم في رقم عامل ازاي. فمثلا لو الشغلانه دي دفع فيها من 25 ل 30 وانا طالب 32، هبقى عارف كويس جدا ان ده رقم نيجوشيبل. هم ممكن يقرصوا على نفسهم شويه ان هم يزودوا 1000 ولا 1000 ونص، وانا اقوم جاي على نفسي شويه ان هم ننزل 1000 ولا 1000 ونص، بحيث ان احنا نوصل لحته نقدر فيها احنا اتنين نتفق على شكل الاوفر اللي هيتقدم عامل ازاي. وفي هنا نقطه مهمه جدا لازم نكون محددينها ومتكلمين فيها، ان حضرتك بمجرد ما يجي لك الاوفر ساعتها السالري مش نيجوشيبل.
اوقات كتير جدا الناس بتيجي تسال تقول والله انا عايز انيجوشيت السالري بتاعي دلوقتي، بس انا مضيت الاوفر خلاص. طب انت حضرتك مضيت، انت مستني ايه اصلا بعد ما تكون مضيت؟ انت حضرتك بتعمل النيجوشيشن بتاع الاوفر بتاعك وقت ما انت قاعد من الاول، وهم بيسالوك الاكسبكتيشنز بتاعتك توردز الشغلانه ديت، او ان انت تيجي تشتغل معايا في الشركه كام. فمهم من قبل ما انت تروح تعمل الانترفيو بتاعك تكون محدد كويس جدا تقول لهم ايه في السؤال ده لما تتسأله. دي حاجه. الحاجه التانية تكون عارف بشكل كبير جدا الماركت بيدفع كام في الشغلانه دي. ويا سلام يا سلام لو انت عارف الشركه دي اصلا حاطه للشغلانه دي ازاي. لو الشغلانه ديت انت رايح ريبليسمنت لحد، لو عرفت تعرف هو كام بياخد كام، هتبقى حاجه كويسه جدا. وده ستادي انت تقدر سهل تعملها دلوقتي عن طريق انت تكونكت مع ناس من المجال بتاع العمل بتاعك ديت. حاجه. الحاجه التانية تبقى عارف افريج المرتبات اللي في الشركه دي عامل ازاي من اي حد ممكن تلاقي في النتورك بتاعتك انت عارفه شغال في الشركه دي، تساله، او شغال في شركه مشابهه او كان شغال فيها زمان، فتقدر تساله تقول له هو الافريج سالاريز اللي بتدفع في الشركه دي ازاي، هيقول لك. فساعتها تبقى انت متخيل من الاول خالص انت ايه السالاري اللي هيتعرض عليك، ولما تيجي تطلب كام. هو انا امتى اقرر ان انا اسيب الشركه اللي انا شغال فيها؟ انا هنا مش هتكلم عن الشغلانه او الشركه نفسها على قد ما هتكلم على الكارير برسبكتيف. يعني مش هتكلم عن الفاينانشالز طبعا. في الاول وفي الاخر لو الفاينانشال جين اللي انت بتجيبه من الشركه ديت مش مناسب ليك، اكيد مش هتكمل فيها. ومش هتكلم عن المدير اللي هو ممكن مديري مش مساعدني، ومديري بيستقصدني وعامل مشاكل معايا. يعني كل ده خلاص انا مش هتكلم فيه. انا هتكلم هنا من الكارير برسبكتيف. الفيصل الاساسي اللي انت تبدا تقرر من كارير برسبكتيف ان انت تسيب الشركه دي وتروح لشركه تانية هو الليرنينج. لو انت حاسس ان انت في الشركه ديت ما بقتش بتتطور بشكل كبير، او ما بقتش ان انت بتعمل الحاجات اللي المفروض تكون بتساعدك ان انت تتعلم اكتر، او ان انت ما بتكبرش بالشكل المناسب لقدام الافورت اللي انت بتديه، ساعتها هقول لك سيب الشركه دي. الشركه دي خلاص ان احنا هنا بنقول ان انت جبت السقف بتاعها، ومحتاج ان انت تدور على تحدي جديد في مكان تاني يدي لك opportunity احسن، يدي لك exposure اكبر، ويدي لك learning بشكل متطور عن اللي انت فيه دلوقتي. فواحدة من الحاجات اللي انت لازم تكون دايما حاططها عندك على الخريطة بتاعتك وانت بتحدد الكارير بتاعك وشغال على الكارير بتاعك، هو ان انت تبقى عارف الخط الفيصل ما بين ان انا النهاردة الشركة دي انا محتاجة ان انا اكمل فيها عشان لسه بتعلم ولسه بجوت اكسبوزد على حاجات اهم واكبر، او ان ده الوقت ان انا خلاص الشركة دي مش هتعلم فيها حاجة جديدة، وبناء عليه هبدأ ان انا ادور على opportunity او تحدي جديد ان انا اروح عليه. من النقطة ديت نروح على نقطة تانية مهمة جدا، واللي أنا عندي اعتراض أصلا على المصطلح ده بشكل كبير جدا، حاجة اسمها الورك لايف بالانس. واحدة من الحاجات اللي ممكن تفرق معانا في الشغلانات اللي احنا شغالين فيها مع تطورنا جوه الكارير دوت هو فكرة ان انا لو في الاول قادر ادي للشغلانة اللي شغال فيها 12 و13 و14 ساعة في اليوم شغل، سواء ان انا بعمل ده في المكتب او اروح البيت واكمل والكلام ده كله، ممكن مع تطور الحياة وتغير الظروف ما تبقاش قادر تدي حاجة زي كده. وعشان كده مهم ان انت تكون دايما عندك الخريطة اللي احنا بنسميها ويل اوف لايف، اللي احنا حتى ده كوتشنج تول احنا بنستخدمها، ان دايما تبقى شايف ايه الاسبكتس المهمة في حياتك دلوقتي، ولو الشغل بيجي عليها لازم تكون باخد بالك كويس جدا ان الحاجة دي ممكن كمان شوية تعمل لك مشكلة. بمعنى ان انا النهاردة واحد ما كنت بطولي، ما عنديش أسرة، مش مخلف، ما عنديش حد مثلا ممكن يبقى محتاجني ابقى بروح اعمل له حاجه بعد الشغل، وده حصل بعد كده في وقت. فلو الشغل هيبدا يعطلك عن الفاميلي، او هيبدا يعطلك عن البيرسونال كوميتمنت اللي عندك، مع الوقت هتحس ان انت نفسك مخنوق من الشغل ده ومش عايز تكمل فيه. فعشان كده مهم ان انت دايما تكون باصص على اللايف بالانس. عشان كده انا معترض على كلمه ورك لايف بالانس. المعنى ورك لايف بالانس هو قسم لك حياتك نصين، نص للشغل ونص لحياتك كلها. لا، احنا بنسميها اللايف بالانس. وعشان كده انا واحد من الناس اللي بقول ان الشغل لازم ما يمثلش اكتر من 20-25% بكتير جدا من بقيه الحاجات اللي انت بتعملها في حياتك، سواء الحاجات دي فاميلي، سواء فريندز، سواء رياضه، سواء بيرسونال تايم انت قاعده مع نفسك، سواء سبيرتشوال تايم، وهكذا. فمهم ان انت تكون واخد بالك كويس جدا عن الحاجات اللي ممكن تيجي عليها مقابل ان انت تكون مركز في شغلك، الحاجات اللي انت ممكن تكون بتأجلها او بتأخرها مقابل ان انت النهارده ديديكيتد لحاجه معينه جوه الشغل، عشان بعد كده الحاجات دي هتبدا تعمل لك فرستريشن او تبقى عندك بين ان انت مقصر في حاجه معينه سواء مع اهلك او مع عيلتك، عشان خاطر تعرف تركز في الشغل. وهنا ساعتها هيبقى الشغل بالنسبه لك مصدر ازعاج اكتر ما هو حاجه، حتى لو انت بتنجح وبتتطور فيها تبقى انت مش مبسوط منها، ان انت حاسس ان هي عامله لك ازمه في حياتك انت مش عارف ايه هي. عشان نعرف ننجح ونتطور في الشغل بتاعنا، في حاجه مهمه لازم نكون عارفينها، ان الجروث بدايته عند نهايه الكومفورت زون بتاعتك.
احنا ليه بنتكلم عن الكومفورت زون وليه بنجيب في سيره الكومفورت زون جديده كتير؟ لان الكومفورت زون هي المساحه اللي انت بتبقى عبت بتعمل فيها الحاجه الروتينيه، حاجه انت اتعودت خلاص تعملها كل يوم، بتصحى من النوم وتنام عليها، فبقت بالنسبه لك حاجه عاديه ان انت تعملها. الجروث بتاع الكارير بيبدا في نهايه المحطه ديت. ليه؟ لان انت هتبدا تعمل حاجات بره المألوف منك. يعني مثلا انت شغال طول عمرك في القاهره، عمرك ما بتسافر بره، مش محتاج تعمل اي حاجه تعمل فيها مجهود زياده عن ان انت تروح شغلك اللي هو انت عارف الديستنيشن بتاعه بياخد منك وقت نص ساعه في الطريق ولا ساعه في الطريق رايح جاي. الجروث بتاعك بيبدا لما تبدا ان انت تقرر تعمل حاجه مختلفه في الشغلانه اللي انت شغال فيها، سواء في نفس الشركه او حاجه بره الشركه اللي انت شغال فيها. هتضطرك ان انت تبقى بتسافر مسافات طويله، ان انت تسافر بره مصر اصلا، او ان انت تبدا تعمل حاجات غير التقليديه اللي انت متعود عليها. هي دي المحطه او المرحله اللي انت لما تبدا تاخد القرار ده وتحس من جواك انت مستعد تدفع الثمن ده، سواء راحه اقل شويه، نوم اقل شويه، مجهود اعلى شويه. دي اللي احنا بنسميها الجروث فيز. الجروث فيز ليه؟ ان انت بتبدا تطور وتقوي في عضلاتك، اللي هي عضلات الكارير طبعا. بتبدا تطور وتقوي في عضلاتك بشكل مختلف عن ما كنت عليه الاول. مثلا ناس كتير جدا ما بتحبش البرزنتيشن قدام الناس، ولكن بتيجي في محطه من محطات حياتك انت لازم تقف قدام المانجمنت وتعرض عليهم الارقام بتاعه الاداره بتاعتك. انت حضرتك بقيت مدير الاداره دي. فهنا لو انت كان طول عمرك بتحاول تهرب من فكره ان انت تقف تبريزنت قدام الناس، انت هنا وصلت عند خط فاصل. لو انت ما بقيتش هتقدر تعمل ده، انت مش هتعرف تنجح بعد كده في شغلك، او مش هتعرف تكبر وتتطور في شغلك، لان خلاص هتلاقي ناس بعد كده بتدورك على ريبليسمنت، هم اللي يخشوا يعرضوا الارقام والنتائج والنجاحات اللي الشركه حققتها بسبب الاداره بتاعتك. فعشان كده دايما نقول ان انت في فرق ما بين ان انت تكون في الكومفورت زون بتاعتك، انت بتعمل الحاجه اللي انت بتعملها بشكل روتيني، بتعمله كل يوم، بتعمله بشكل مستمر. اول ما تبدا تحس ان انت عايز تكسر الحاجز ده، تعمل حاجه جديده تغير بيها المود بتاعك وتغير بيها التحدي اللي انت شغال فيه في الشركه او في البروفيشن انت شغال فيه، اعرف ساعتها انت دخلت على حاجه اسمها جروث زون. عشان تقدر تتحرك من الكومفورت زون للجروث زون من غير ما يبقى عندك اي معوقات، لازم تتخلص من حاجه اسمها ليميتنج بليفز. انا مش هعرف، انا مش هقدر، انا عمري ما عملت كده قبل كده، انا امكانياتي مش هتسمح لي، انا بتكسف، انا هيبقى الموضوع فيه مجهود وهيبقى فيه مشاكل ومش هقدر كل الحاجات ديت هي ما هي الا اعذار انت بتبدا تخلقها لنفسك عشان ما تخرجش من الكومفورت زون. اي بني ادم في الدنيا لما يبدا يعيش فتره كبيره في نفس الحاجه بيعملها، مع الوقت غصب عنه بقى بيتطبع بيها، فبتبقى هي دي الحاجه بالنسبه له بتحسسه بالاستابيليتي، بتسبب له حاله من حالات السعاده والراحه والخلاص انا بقيت بعمل ده، مش عايز ان ابدا اتطور فيه. ولكن الناس اللي بتبدا تبص على الكارير في حياتها والجروث وان هي عايزه تكبر وتتطور وتنجح وتبقى اشطر ناس في المجال بتاعها، ما بتفكرش التفكير ده. عشان تقدر تروح للجروث زون دي وتبدا ان انت تشغلها وتبقى دماغك قادره تكوب معاها، لازم تتخلص من كل الحاجات اللي في دماغك اللي بتعمل لك العوائق ديت. احنا بنسميها دي بتبقى عامله زي الحيطه، يا اما هتعدي من جنبها يا اما هتنط من فوقيها، زي الحصان كده في السباق اللي هو بيتعلم القفز عشان خاطر يعدي العوائق اللي بتكون موجوده قدامه. فانت نفس الفكره، عشان خاطر تقدر تتطور وتنجح في حياتك العمليه وتحقق الكارير بتاعك بشكل كبير جدا، لازم تكون قادر تتخلص من كل الليميتنج بليفز، الحاجات اللي في دماغك المنتال اللي بتعطلك عن ان انت تقدر تروح للنكست ستيب. من بعد ما هتبدا تعدي الليميتنج بليفز ديت، في واحده من الحاجات اللي هتبدا تطلع لوحدها كده وهتبدا تتطور وتكبر عندك، حاجه اسمها السيلف كونفيدنس، اللي هو ان انت تبقى واثق في نفسك بشكل كبير جدا، واثق في امكانياتك وواثق في القدرات بتاعتك. حتى لو عارف ان انت مش هتعرف تعمل الحاجه ديت بنسبه 100%، هتبقى عارف ان انت على الاقل قادر ان انت تشتغل عليها، قادر ان انت تجرب وما عندكش مشكله انت تغلط، قادر ان انت تعملها مره حتى لو ما طلعتش احسن حاجه، بس انت عندك نوع من انواع الاكسبتنس، انا لسه بتطور ولسه بجربها ودي اول مره اعملها، فممكن تمام ما يطلعش احسن حاجه وقدام شويه تطلع بشكل احسن، ومع الوقت هيبدا الموضوع يتطور عندي. ده اللي احنا بنسميه ريزنج في السيلف كونفيدنس بتاعك. وطبعا بيز الموضوع دوت هيبقى الثقه في ربنا، ان انت طالما انت بتسعى وطالما انت بتعمل اللي عليك، ان ربنا مش هيضيع مجهودك ده، وان طول ما انت عمال بتحاول وبتعافر وبتحاول ان انت تعمل حاجات احسن وتكبر في نفسك وتطور في نفسك، ربنا هيقف جنبك وهيساعدك ان انت يفتح لك ابواب اللي احنا بنسميها ابواب الرزق. فمهم ان انت
تبدا الموضوع من بدايه ان انت تفكر انت عايز تخرج بره الكومفورت زون، تروح على الجروث زون. عشان تعرف تروح على الجروث زون وتشتغل فيها بشكل كبير لازم تكون بتعدي وتتفوق على الليميتنج بليفز اللي عندك. تفوقت على الليميتنج بليفز اللي عندك هيبدا السيلف كونفيدنس اللي عندك يزيد، واللي منها هيبقى عندك اكسبتنس كبير جدا للفيليرز اللي انت ممكن تقع فيها، المشاكل اللي انت ممكن تواجهها بسبب انت بتغير اصلا اللوكيشن العمل بتاعك ولا مجال العمل بتاعك كله. وان انت كمان تقدر ان انت تعدي التحديات اللي ممكن تظهر لك، واللي منها كمان هتبقى عندك اكسبتنس ان حتى لو غلطت بقى في فيليرز انت بقيت موافق بالفيليرز ديت، في المقابل ان انت اتعلمت حاجه جديده او جربت حاجه جديده في مجال شغلك تخليك تعرف بعد كده تشتغل في شغلك بشكل احسن. من الحدوته بتاعت الكارير، واحده من الحاجات اللي لازم تكون واخد بالك منها هي حسبة الرزق. ودي حاجه انا يعني مش جايبه من كتب على قد ما هي البيرسونال اكسبيرينس اللي انا اتعلمتها طول حياتي. في حياتي العمليه اكتشفت ان في الاول في الاخر اللي بيرزق الواحد ربنا هو اللي بيرزقك، وهو اللي كاتب لك انت بتاخد كام وبتاخد ايه وبتاخد التوقيت بتاع الرزق ده يجي لك امتى. فعشان كده مهم ان انت ما تعلقش نفسك في الكارير بتاعك بالاشخاص. مش لازم ان انا اعمل الحاجه اللي مديري عايزها حتى لو عارف ان هي غلط عشان هو بيديني مرتبي. مش لازم ان انا اكون بعمل الحاجه اللي الشركه اللي انا شغال فيها عايزاها حتى لو عارف ان هي غلط عشان هم اللي بيدوني مرتبي. لا، هو في الاول في الاخر اللي بيرزقك ربنا. فالتوكل والاعتماد والتركيز دايما لازم يبقى اللاين ده عند مين؟ عند ربنا. لازم تكون مركز على اللي ربنا حابب ان هو يكون بيتعمل او مش حابب ان هو يكون بيتعمل، الصح والغلط، الحرام والحلال. على قد ما تكون بتركز في ده تكون مؤمن الناحية التانية ان اللي بيرزقك هو ربنا، ويكون ايمان حقيقي من جواك، حاجة مش حاجة مجرد ما انا عارف طبعا ان ربنا بيرزق. لا لا، هو لازم يكون عندك بيليف حقيقي من جواك ان ربنا هو اللي بيرزق. وعشان ده واحدة من الحاجات اللي احنا دايما بنقول عليها، ودي كود كده حابب دايما بقعد دايما حتى افكر نفسي بيها: واعلم ان لو اجتمع اهل الارض على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وعلى ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. في الاول في الاخر اللي ربنا كتبه لك هو اللي هتشوفه، واللي ربنا عايزه ليك ورايده ليك هو اللي هيحصل لك. الاقدار احنا بنلاقيها بنقابلها. اوعى تكون في حياتك العمليه خايف من شخص عشان يقطع رزقي، او خايف من شخص عشان لو زعلته ممكن يمشيني، او جايز ان هو يعمل لي حاجه تضرني او هكذا. خلي دايما حسبتك دايما مع ربنا، خلي تركيزك دايما مع ربنا. اي حاجه بعد كده هتبقى سهله عليك جدا طالما انت بتسعى وبتعمل اللي عليك بنسبه 100%. فما تعلقش بنفسك بحد غير بربنا، لان هو الوحيد اللي قادر يعطيك، وهو الوحيد اللي قادر يمنع عنك. فما يبقاش اي حد تاني شاغل بالك غير ان انت تكون بتعمل حاجه اللي ترضي بيها ضميرك، واللي طبعا هتكون بترضي بيها ربنا. في النهايه واحده من الحاجات المهمه اللي لازم نكون عارفينها ان رحله الكارير رحله طويله، ما بتتحققش في يوم وليله. ممكن تقعد سنين، تقعد 5، تقعد 10، تقعد 15، مش مهم. الرحله صعبه، كلها تحديات. ومش معنى ان انا عليت السيلف اويرنس وان انا حاطط بلان مظبوطه وان انا شغال في شركه كويسه مش هيبقى عندي مصاعب في حياتي. لا، هيبقى عندك برضه، سواء على بيرسونال ليفل او على البروفيشنال ليفل. الكارير محتاج نفس، والكارير محتاج حد يبقى مركز معاه بصفه مستمره. بنحط الموضوع على شكل مايلستونز، كل فتره لازم نراجع احنا واقفين فين من المايلستونز اللي احنا حاطينها عشان نشوف احنا واقفين فين من الصوره الكبيره. الموضوع مش هيتحقق في يوم وليله، الموضوع محتاج منك مجهود، الموضوع مش هيتحقق لوحده. مفيش حد في ايده العصايه السحريه ان هو يجي يقول لك خد اعمل ده الكبسوله بتاعت 10 حاجات للنجاح و10 مفاتيح للتفوق والحاجات دي كلها. مفيش حاجه اسمها كده. حاجه اسمها ان حضرتك هتبذل مجهود. مفيش حد هينزل الجيم ياخد كبسوله يبقى عنده عضلات ويبقى بيج رامي. لازم هتتعب في الجيم ولازم هتعمل مجهود. احنا جوه الجيم احنا بنتعب وعاملين مجهود، بس عشان لما نخرج بره جسمنا هيبقى فت وهيبقى لطيف وهيبقى شكله حلو وهنبقى احنا راضيين عنه. هو ده بالظبط نفس اللي بيحصل معانا في الكارير. جوه الكارير بلاننج وجوه وانا شغال في الكارير بتاعي هفضل اتعب وهفضل اعمل مجهود وهفضل اعرق وهفضل اجتهد وهكذا. ولكن النتيجة النهائية اللي انا هشوفها سواء في التطور اللي انا بعيش فيه او في النجاح اللي انا بعيش فيه او في ان انا بترقى او باخد فلوس اكتر او بتعرف اكتر في مجال العمل بتاعي، طول ما انت شايف ده قدامك ده اللي بيديلك البنزين والطاقة ان انت تكمل في الجيم، وان انت تكون قادر ان انت تخش تتعب اكتر وتدي مجهود اكتر على العضلات بتاعتك. فاهم حاجة ان انت طالما كده كده هتتعب وطالما كده كده هتعمل مجهود في الشغل بتاعك، لازم تكون متأكد ان انت بتعمل مجهود في الطريق السليم بتاعك،
في الطريق الصح اللي مناسب ليك، في الحاجه اللي تماتش الفيجن ورؤيتك للحياه شكلها عامل ازاي. فتكون متاكدين من الكارير بلاننج ان الحاجه دي ماتشد مع الخطه اللي انت اصلا بتتمناها لنفسك، والشكل النهائي اللي هتطلع بيه في شكل تفوقك ونجاحك وادراكك لنفسك هو ده اللي انت كنت بتحلم بيه لنفسك في يوم من الايام. انا بشكركم جدا على متابعتكم. الحلقه هتبقى موجوده بالكامل على اليوتيوب. في اي وقت محتاجين مني اي حاجه ابعتولي رساله او سيبولي كومنت، واشوفكم على خير.